من مهندس اتصالات ومترجم لممثل عالمي. شارك في فيلم عالمي لكن محققش إيرادات عالية وبيخاف من الريد كاربت، وانتقم من عمرو يوسف في أخته. أنا عاوز حج الشرعية. بعد عني ما تعالي هنا. رفض الخلفة من مراته بس هي لسه بتحبه. كده 100% ان انا عايزه ابقى امك. او عشان الناس ما بتفكرش اصلا قبل ما تخلف بيلبسوا ويلبسوا عيالهم معاهم. وانا لما اعيش معاك من غير جواز ده مش ضغط. في طفل كمل هقولها. أصل الحكاية مع علي قاسم، كان شغال مهندس ناجح في شركة كبيرة لحد ما لقى نفسه مش حابب شغله، وكان أول واحد يستقيل منها من 6 سنين، وبيقول إنه كان أحسن قرار أخده في حياته عشان بدأ يدور على حاجة تانية بيحبها، وده أخد منه حوالي 3 سنين من غير شغل، وده كان وقت صعب جدا لحد ما بدأ موضوع التمثيل. وبيقول إنه عمره ما شاف نفسه موهوب ولا فكر حتى في التمثيل، بس اللي خرج منه الموهبة وساعده ينميها هو الأستاذ أحمد كمال في ورشته الخاصة، ودي كانت أول مرة يشارك علي في كورس للتمثيل ويلتزم بيه لمدة 4 سنين. بيحكي إن في تشابه بينه وبين شريف في الهرشة السبعة، بس الاختلاف الوحيد إنه ما بيعرفش يدفن حاجة وجعاه جواه. تعب جدا في تحضير دوره وكان بيحس بكل حاجة صعبة شريف بيعدي بيها. وبنعرف إن معنى الهرشة السبعة هي إن السنة السبعة في العلاقات الزوجية أكتر سنة مليانة تحديات للعلاقة، يا إما تكمل يا إما تنتهي، ونسبة الناس اللي بيتطلقوا في خلال ال7 سنين كبيرة جدا. علي بيقدم دور شريف ابن الخواجة المصري اللي عاش كتير بره مصر، أفكاره وعاداته عبارة عن مزيج من ثقافات مختلفة، وبيحاول يندمج في المجتمع بطريقته الخاصة. كل البنات كانوا معجبين بشخصيته الطيبة المختلفة لحد ما طلب من سلمى إنهم يعيشوا مع بعض بدون جواز عشان يجربوا ويشوفوا هيرتاحوا مع بعض ولا لا، وهنا الناس اتقلبت عليه وخاصة البنات، بس صلح غلطه واتجوزها. علي قدم الدور بطريقة السهل الممتنع، وبنات كتير معجبين بيه وبيحبوه. والحقيقة شخصية شريف مش الشخصية المصرية التقليدية، لكن الأكيد إنه موجود حوالينا. بيعبر عن شباب كتير في المجتمع خايفين من الجواز أو ضد الفكرة نفسها، عشان كده بيميلوا أكتر للعلاقات ما قبل الزواج. بس بمجرد ما أخذ الخطوة كان سعيد جدا في حياته الزوجية، لكن بعدها بدأ خوفه من موضوع الخلفة يبان، وهنا بدأت العلاقة تتوتر ويحصل تصادمات. قدر علي إنه يوصل للعالمية في وقت قياسي، شارك في بطولة الفيلم الأمريكي انفيدل بس محققش إيرادات عالية، وكان طالع فيه بشخصية واحد إيراني. وبيحكي إن أكتر ذكرى مبهجة في حياته لما كان بيقوم من النوم يلاقي جده وجدته موجودين، وبيخجل جدا لما حد بيقول له كلام حلو ويجامله. ملوش في التجمعات والمظاهر الاجتماعية وبيخاف من الريد كاربت. دوره في مسلسل طايع فتح له أبواب كتير، سافر للأقصر قبل التصوير مخصوص عشان يتعلم اللهجة الصعيدي، وتألق في دور ابن المعلم حربي الشرير اللي اتجوز أخت طايع بالعافية عشان ينتقم منه، لكنه مع الوقت حبها بجد ووقف جنبها، بس جه طايع وقتله. وكان المسلسل بيناقش قضية الطار وتجارة الآثار، ولولا انه اتقبل في الدور ده ما كانش وصل للي هو فيه دلوقتي. والاكيد اننا هنشوفه تاني في ادوار مختلفة ومميزة. ودي كانت نهاية الحلقة، ما تنساش تشترك في الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.